السلام عليكم. عايزة تعملي كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة وتطلع معاكي مظبوطة وبالقوام والطول والارتفاع ده؟ يلا بينا مع بعض. النهاردة هنحضر كيكة الشوكولاتة وكمان هنعمل صوص الشوكولاتة في الخلاط. هنعملها كمان بطريقة سهلة وبسيطة جدا. فيلا نسمي بسم الله ونخش في الفيديو على طول. اول حاجة هنحضر مع بعض النهاردة الكيكة بتاعتنا. هنجيب الخلاط وهنزل بالظبط كده ب3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. معايا كمان 2 فانيليا. عايزة تزودي كيس كمان مفيش اي مشكلة. تعالوا بقى نشوف المقادير. السكر معايا بالظبط كوباية من السكر. بنفس الكوباية هحضر فيها كوباية من اللبن. تمام كده؟ تمام. بنفس الكوباية هحضر فيها كوباية إلا ربع من الزيت. هضربهم كويس جدا في الخلاط لحد ما القوام يبقى معايا بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف مقادير الدقيق قد ايه. معايا بالظبط كده 3 كوبايات من الدقيق. شلت منهم معلقتين كبار هرميين وحطيت بدلهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام. ركزي كويس. ضفت كمان باكو من الكيك شيف اللي هو البيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح. هقلب كل المكونات دي كويس جدا عشان كله كده يختلط مع بعض. تمام كده؟ تمام. جبت بولة ونزلت بالمقادير اللي انا ضربتها في الخلاط في البولة بتاعتي. وبعد كده هجيب الدقيق وانزله كده شوية بشوية في المنخل بالشكل ده. ما تنزليش بالدقيق مرة واحدة لان لازم تنخلي الدقيق. وكمان الكاكاو ساعات بيبقى كده في كتل بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام كده؟ لان لما بتنخلي الدقيق كل ما بتدخلي كويس كل ما بيتساعدي كده ان فراغات الهواء كده بتدخل في الدقيق، فقوام الكيك بعد كده بيطلع معاكي كويس جدا ومرتفع. هنقلب بالسبتيوله بالشكل ده لحد ما الدقيق يختفي معايا. وبعد كده هنزل بكميه الدقيق الباقيه وهنخلهم كمان كويس جدا. شايفين؟ هقلب برضك بالسبتيوله لحد ما الدقيق بتاعي يختفي كويس. وهنشوف قوام الكيك محتاج لبن ولا لا. وطبعا هيحتاج معانا شويه لبن وهقولك بالظبط اخد معايا لبن قد ايه. شايفين القوام تقيل معايا شويه. هزود معايا كده بالظبط تلت كوبايه من اللبن. فكان مقدار اللبن اللي انا حطيته في الدقيق كانت كوبايه وتلت من اللبن بالظبط. فده كمان حسب نوع الدقيق. تمام كده؟ وهوريكي كمان القوام بتاع الكيك بقى عامل هيبقى مظبوط. لازم قوام الكيك ما يبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي. هقلب بس كميه اللبن لحد ما تختفي كويس جدا. شايفين قوام الكيك؟ لا خفيف قوي ولا تقيل. تعالوا بقى نتكلم عن الفرن. هتخش الفرن سابق التسخين، يعني هنولع الفرن كده قبلها ب7 دقايق على درجة حرارة 180. هنحطها في الرف اللي في النص وما نفتحش عليها الا بعد نص ساعة، عشان لو فتحنا عليها قبل كده يعني قبل نص ساعة فالكيكة هتهبط مني، فانا مش عايزة كده. تمام كده؟ تمام. هتاخد في الفرن من 50 ل 55 دقيقة، وده طبعا حسب الفرن اللي عندك. فلو الفرن قوي عن كده هتاخد اقل من كده. تمام؟ تمام. جبت الصينية مقاس 24، دهنتها بالسمنة وبطنتها بالدقيق ونزلت بقوام الكيك بالشكل ده. يا رب الخطوات اللي انا قلتها تكون سهله وبسيطه واستفدتوا من الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك حلو، لايك جميل كده، وتشجعوا اختكم بكلام حلو كده في الكومنتات، وتعملوا اشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. هخبط بقى الصينيه بتاعتي كام خبطه حلوين كده عشان لو في اي فراغات هوا تطلع منها، وعلى الفرن على طول. تعالوا بقى نعمل صوص الشوكولاته. معايا كوبايه من اللبن، كل ده على الخلاط. هنزل بقى في الخلاط بنفس الكوباية هحضر فيها نص كوباية من السكر ونص كوباية من الكاكاو الخام ونص كوباية من الزيت. هضربهم كويس جدا 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 في الخلاط لحد ما القوام معايا يبقى بالقوام الخطير التحفة ده بقى صوص الشوكولاتة. شايفين سهل وبسيط ازاي؟ مفيش اسهل من كده. هحط بقى في التلاجة. وبعد ما طلعت معايا الكيكة بالشكل ده
اختبرها كده بخلة سنان، لو خلة السنان طلعت نضيفة بالشكل ده تبقى استوت معايا كويس جدا. هبتدي ان انا اخرمها بالشكل ده كويس جدا. انا عايزة الكيكة بتاعتي بعد ما تطلع من الفرن تكون بردت كويس جدا جدا، وبعد كده اخرمها بالشكل ده. تمام تمام. معايا كده تلت كوباية من اللبن، هنزل بيها بالشكل ده على الكيك واسيبها لحد ما تتشرب كويس جدا. تمام كده تمام. شايفين اتشربت بقى اللبن بتاعها؟ شايفين بقى صوص الشوكولاته بعد كمان ما حطيته في التلاجة تقيل اكتر وبقى خطير وخطير وخطير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك حلو كده عشان تشجعوني، وان شاء الله كل حلو وكل جديد هنزله لكم باذن الله. واعملوا بقى اشتراك كده للفيديو او اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. شايفين بقى نزلت بصوص الشوكولاته الخطير التحفه ده، سهل جدا ويمشي بالمقادير المظبوطه، ان شاء الله يطلع من ايدك زي العسل وزي الفل كمان. ادعيلي كده دعوه حلوه كده ان ربنا يفك كربي يا رب. حاولت بقى ان انا كده ازونها، يعني اكسر اللون زي ما بيقولوا كده. وحطيت فيها حاجات كده اللي هو جوز الهند كده من فوق ومن تحت كده. شايفين ما شاء الله الصوص جميل، صوص الشوكولاته خطير خطير. شايفين القوام عامل ازاي بتاع الكيكه؟ بسم الله ما شاء الله حلو جدا، عشان احنا مشينا بطريقه مظبوطه جدا في مقادير الكيكه. يلا بقى جربيها وان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. طبعا بقى كله مش بيلاحق، عاملين بقى كل واحد بقى ماسك الطبق وهاتي يا ماما هاتي يا ماما. خطيره جدا. يلا بقى جربيها بنفس الطريقه وان شاء الله تطلع حلوه من ايدك. متنسيش بقى اللايك الحلو لاختك واللايك الجميل كده. وكلمه حلوه كده تفرحيني بيها وتشجعيني بيها. شايفين خطيره ازاي؟ اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.